السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بتم صحة واحسن حال. النهاردة كده هنعمل حاجة حلوة، هنعمل جلاش بطريقة حلوة وطريقة لذيذة بصراحة، يعني طريقة تحفة. هعمله كده بطريقة معاكم حلوة. كانت عندي علبة جلاش كده، هعملها بطريقة تحفة، طريقة كده متعرفي سينابل ولا جلاش ولا، بصراحة يعني حاجة حلوة خالص، ميكس كده بين اتنين. عندي هنا لفة الجلاش، طبعا انا هنا عكسمها نصين يعني وكده. لو انتي حابة تطلع مرقة اكتر ممكن كل طبقتين كده تدهنيهم زبدة، بس انا قسمت على نصين بس يعني عشان الخصه كده. هجيب بس الورق المتقطع كده احطه في الوسط كده يعني. طبعا هنا عندي انا مسيحة زبدة، ممكن برضو تستخدمي سمنة، يعني مش ضروري زبدة. وهدهن كده الجلاش. هدهن الجلاش كده دهنة كويسة يعني حلوة خالص. بعد كده عاملة خليط كده من سميد البسبوسة وشوية سكر، شوية قرفة، عشان كده يدينا احساس بالسينابل يعني. بعد كده بحط النص التاني من علبة الجلاش او لفة الجلاش يعني. وبعد كده بدهنه برضو بنفس الطريقة زبدة، وبحط برش باقي الخليط اللي انا عاملاه. هتعملي كده السينابل من غير عدن ولا تخمير ولا اي حاجة. بعد كده برش بعد ما ارش الخليط اللي انا عملته، بلف كده الجلاش لف كده زي الرويال، بلفه يعني كده زي ما انتم شايفين ببرمها. اظن ما فيش اسهل من كده. وبجيب سكينة، هنا كان في دبانة رزلة يعني مضايقاني. بدهن كده الصينية، بدهنها دهنة سمنة او زبدة، برضو دهنة كويسة خالص. بس كده. وبجيب سكينة وبقطع كده، يعني كل صابعين كده بصابع كده بقطع عشان يبقى المقص متساوي، وبحطها كده اكنها سنبل. بقطع كل الكمية بنفس الطريقة. هخلص كل الصينية تقطيع. وهنا بعد ما قطعت الكمية كلها بكون مسيحة زبدة عندي وبرشها على الوش كده من فوق عشوائي. بكون طبعا مولعة الفرن. هدهن بس الزبدة كلها كويس خالص. وبحطها في الفرن. بسيبها كده يعني ممكن 10 دقايق ولا حاجة لغاية ما اعمل الخليط التاني. عندي هنا طبق فيه لبن، كوباية لبن يعني، بكسر عليهم بيضة، وبضيف على البيضة فانيليا. بس هنا كنت بصور واحدة وكده. بضيف فانيليا وبضيف نص معلقة من البيكنج باودر. بربو البيضة كويس خالص مع اللبن.
ممكن هنا تستخدمي الخلاط يرب معاك بسرعة، بس انا صراحة يعني استسهلته كده. ورشيت الخليط اللي هو اللبن مع البيض مع البيكنج باودر والفانيليا، رشيته كده بعد ما طلعته من الفرن ب10 دقايق، وبسيبه في الفرن تلت ساعة لغاية ما ياخد التحميرة كده من فوق من تحت. وبكون مخلطة طبعا، عاملة اول حاجة شربات، زقتها شربات الاول، شربات تقيل يعني. وبعد كده عملت الخليط السينابون اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو الحليب المكثف المحلى، بس عملته يعني خفيف، ما عملتوش تقيل. وبسقي كده بيه واسيبه شوية يعني تبرد شوية. وهنا رشيت، حبيت ارش كده كراميل من فوق. والله يعني احلى بصراحة، حلو خالص، طعمها رهيب. ميكس كده زي ما قلت لكم، ميكس كده من الجلاش والسينابون، طعمها حلو خالص. بس زي ما قلت لك برضو تسقيها شربات الاول لازم عشان تبقى طريه معاكي، ما تبقاش ناشفه. وبعد كده قطعتها معاكم زي ما انتم شايفين كده، طريه خالص ومفروله، تتقطع كده بكل سهوله، حلو خالص الطبقات وريحه الزبده فيها. يا رب يكون الفيديو عجبكم استفدتوا منه. ما تنسوش تشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله.